هلو هلو على أجدع ناس. فيلمنا بيبدأ مع مايك إنزلين، مؤلف ناجح ومشهور متخصص في روايات الرعب والغموض، ومش مؤمن تماما بالظواهر الخارقة للطبيعة، وده اللي بيخليه يدور على الأماكن اللي أصحابه بيحكوا عنها أساطير مخيفة، زي مثلا ظهور أشباح وأرواح لناس ميتة نتيجة قتلهم أو انتحارهم في الأماكن دي. وبيقضي مايك عادة ليلة كاملة في أي مكان بيتقال عنه إنه هو مرعب، وبيبدأ يسجل ملاحظاته عن المكان ده، ولما بيمشي بيدي المكان تقييم من 10 درجات، والمكان ده مثلا كان تقييمه 5 درجات من 10. وبيروح مايك بعدها لمكتبة عامة علشان بيكون عنده حفل توقيع كتابه الجديد، ولما القراء بيسألوه هل انت مؤمن بوجود الأشباح ولا لا، فمايك بيرد عليهم وبيقول لهم لا، وبيقول لهم ان هو بيبقى معاه أجهزة دايما بيروح بيها للأماكن المرعبة، وان الأجهزة دي بتقدر تكشف أي نشاط خارق للطبيعة، بس للأسف عمره ما صادف في حياته أي شبح أو أي حاجة مرعبة في أي مكان. وبيمشي مايك من المكتبة بعدها وبيروح على شاطئ قريب منه، وبينزل المية شوية وبيبقى معاه لوح التزحلق بتاعه لحد ما موجة عالية بتيجي وبتوقعه، وحد بعدها بيطلعه من المية وبيفوق. وبعدين بيروح على مكتب البريد علشان يشوف الجوابات اللي جايه له، وفي وسط كل الجوابات بيلاقي حد مجهول بعت له كارت فندق كبير اسمه دولفيل، ومكتوب عليه اوعى تفكر تدخل أوضة رقم 1480. وده بيكون كفيل ان هو يحرك فضول مايك اللي بيتصل بالفندق على طول علشان يحجز أوضة، وبيرد عليه المدير بنفسه وبيقول له ان الغرفة مش متاحة. ومع تصميم مايك ان هو يحجز الأوضة دي بالذات في اي وقت من السنة، المدير بيقفل في وش السكة، فمايك بيبدأ بعدها يدور على معلومات اكتر عن الأوضة دي، وبيكون مصمم ان هو يحجزها. فبيروح مايك للفندق بعدها، وبيكون المدير حاطط ملاحظة للموظفة انها ترجع له قبل ما تحجز له الغرفة، والموظفة بتعمل كده فعلا. وبيجيله جيرالد مدير الفندق وبيحاول يقنع مايك ان هو ياخد جناح ملكي هدية من الفندق بدل الغرفة 1480، لكن مايك بيكون مصر وبيقول له انا هكتب عن الغرفة دي في كتابي اللي جاي، وده طبعا هيزود مبيعات الفندق بتاعكم. فبيطلب منه جيرالد ان هم يكملوا كلامهم في مكتبه، ومايك بيقول له ان هو بيحاول يخوفه من الأوضة بدون داعي، فجيرالد بيحذره وبيقول له ان 56 شخص دخلوا الأوضة دي وانتحروا فيها، وان كل اللي دخل الأوضة دي مات قبل ما تعدي عليه ساعة واحدة، لحد ما منعوا اي نزيل ان هو يدخلها. وبيطلع جيرالد ملف من مكتبه فيه كل المعلومات عن الناس اللي ماتت دي، وبينصحه ان هو ما يدخلش الأوضة دي ابدا. ومايك بيقول له انا هدخل الأوضة مهما يحصل، وبيطلب بعدها من جيرالد المفتاح وبيقول له مفيش حاجة اسمها اشباح. ومع اصرار مايك جيرالد بيديله مفتاح الأوضة وبيقول له ان الأوضة دي فعلا ما فيهاش اشباح لكن فيها شيطان. وبعدها بيروح معاه علشان يوصله للأوضة، ومايك بيسأله ساعتها ليه ما قفلتوش الأوضة دي مادام بيحصل فيها الحوادث دي كلها، وجيرالد بيقول له ان مالك الفندق بيتظاهر ان مفيش مشكلة علشان ما يأثرش على سمعة المكان، وانهم حتى لما بيدخلوا ينظفوا الأوضة لازم يسيبوا بابها مفتوح، ومجموعة كاملة بتعمل كده. ومع كل الاحتياطات دي فيهم موظفة قبل كده كانت بتنظف الأوضة، وبعدها مسكت مقص بدون سبب وحطته في عينها وفضلت تضحك بعدها. لو خيروك تدخل الجنة أو تأخذ $1,000,000، إذا اخترت أن تدخل الجنة ضع لايك واشتراك واكتب في التعليقات اللهم ارزقنا الجنة. أما إذا اخترت أن تأخذ $1,000,000 فلا تضع أي شيء. وبيسيب جيرالد مايك وبيترجاه لآخر مرة ان هو ما يدخلش الأوضة، لكن مايك برضه بيرفض. وبيروح مايك للأوضة وهو بيراجع ملف الحوادث اللي حصلت للناس اللي دخلت الأوضة دي لحد ما بيوصل للباب وبيبدأ يدخل في هدوء. وبيكون مايك ما بيدخنش لكنه شايل معاه سيجارة باستمرار، وبيقول ان الحالة الوحيدة اللي ممكن يدخن فيها لما بيتعرض لخوف حقيقي. وبيبدأ يسجل ملاحظاته عن الأوضة وبيقول انها أوضة عادية جدا، وبيبدأ يتصرف فيها بشكل طبيعي، وبيسجل وصف تفصيلي للأوضة، وبيفتح الشباك بعدها علشان يوصف شكل الشارع من الأوضة. لكن فجأة مزيكا بتشتغل بصوت عالي جدا، ومايك بيلاقي شوكولاتتين موجودين على مخدة السرير ما كانوش موجودين لما هو دخل. وبيبدأ مايك ان هو يقلق، لكن بيحاول يقنع نفسه ان في حد مستخبي في الأوضة وان هو اللي حطهم له، وبيفضل يدور في كل حتة لكن ما بيلاقيش حد. وبيلاقي بعدها ان التكييف درجة حرارته عالية جدا بدون سبب، فبيطلب حد علشان يصلحه،
يصلحه، وبرضه بيرفض يمشي من الأوضة. وأثناء ما كان مايك بيستنى عامل الصيانة بيسمع صوت طفل بيعيط، فبيفتكر إن الصوت ده جايله من الأوضة اللي جنبه، وبيستخدم بعدها الأجهزة اللي موجودة معاه، وبيكتشف آثار دمي موجودة في الأوضة في أماكن كتيرة، وكمان بيلاقي سفينة في البحر معوجة مع إنها ما كانتش كده لما هو دخل. بيبدأ مايك فعلا إن هو يقلق لحد ما بيخبط عامل الصيانة علشان يصلح التكييف، والعامل بيرفض يدخل الأوضة وبيقول لمايك إزاي يصلح التكييف من بره. ولما مايك بيشكره كان العامل ماشي من على الباب. مايك بيرجع يقعد على السرير لكن المزيكا بتشتغل تاني لوحدها، وساعة الراديو بتبدأ تعد عد تنازلي 60 دقيقة، وبيفتكر كلام جيرالد لما قال له محدش في الأوضة دي ممكن يعيش أكتر من ساعة. وبيتفاجأ مايك بعدها بإنه مش سامع أي حاجة، فبيخرج يبص من الشباك، بس وهو داخل الشباك بيقفل على إيده وبيعوره، ولما بيجي يغسل إيده المية السخنة بتفتح لوحدها وبتحرق له إيده. وبعدها بيسمع صوت بنته وهي بتكلمه، والمزيكا في الراديو بترجع تشتغل تاني، ومايك بيلاقي إن الراديو شغال من غير ما تكون الفيشة بتاعته محطوطة، فبتجيله حالة رعب. وبيلاقي التليفون بيرن وصوت بنت بتكلمه كأن هي موظفة الاستقبال، فبيقول لها إن هو عاوز يسيب الأوضة، لكن بتكون كأنها مش سامعة وبتقول له كل اللي انت طلبته هيوصلك حالا. مايك بيكون بعدها في قمة الرعب وبيحاول يهرب لكن مش بيقدر يفتح الباب، وبتجيله كمان حالة هستيرية بعد ما كمان أكرة الباب بتتخلع في إيده، وبيحس إن هو خلاص اتحبس في الأوضة دي، فبيروح على الشباك بسرعة علشان يدور على أي حد ينقذه، وبيلاقي شخص قاعد بيكتب موجود في شباك تاني قدامه. وبيتفاجئ مايك إن الشخص ده هو نفسه مايك، وبيقلد حركاته كأنه هو واقف قدام مراية، فبيجيله بعدها حالة رعب هستيرية، وبيحاول يقنع نفسه إن حد حطله مخدر في الشوكولاتة اللي أكلها، لحد ما بيشتغل التلفزيون من نفسه وبيشتغل فيديو لمايك وهو مع مراته وبنته. وبيبدأ بعدها إن هو يشوف أشباح للناس اللي سكنت الأوضة دي وهم بينتحروا من الشباك، فبيحاول يتماسك ويفضل يسجل بصوته كل اللي بيشوفه، وبيحاول يخرج بعدها من الشباك علشان يقدر يوصل للأوضة اللي جنبه، لكن بيتفاجئ إن المكان اللي ماشي فيه بقى ملوش نهاية، فبيكون خايف جدا ومرعوب لا يقع من الشباك، وبيحاول يرجع للأوضة بتاعته تاني، وبيشوف ساعتها شبح لواحدة ست وهي بتنتحر من الشباك، وبيقدر إن هو يدخل الأوضة من تاني، وبيلاقي بعدها كل الشبابيك والبيبان اتقفلت بحيطة، وبيشوف مايك لمحة من حياته وهو مع مراته ليلى، وبنعرف ان بنته ماتت بسبب مرض نادر، وده اثر فيه جدا وخلاه يسيب مراته ويعيش لوحده. فبيفكر يكلم ليلى مراته من على الكمبيوتر بتاعه علشان يقول لها انه هو في خطر، لكنه بيفشل لانها بتكون مش سامعاه، فبيحاول يلاقي مخرج من فتحات التهوية وبيعدي من فوق اوضه، وبيكتشف ان هو شايف مراته وبنته اللي ماتت وكمان سامع صوته وهو بيكلمه. وبعد كده بيحاول يرجع تاني على الاوضه بتاعته، وبيظهر شخص غريب كده زي الموميا وبيحاول يمسكه، لكن مايك بيقدر يضربه وبينزل الأوضة من تاني، وبيجي يفتح التلاجة علشان يشرب، لكن بيلاقي جيرالد مدير الفندق واقف جوه التلاجة وبيفضل يلومه لأن هو حذره ما يدخلش الأوضة، لكن مايك ما سمعش الكلام، وبيقول لجيرالد إن بعد ما بنته ماتت فقد إيمانه تماما. فبيروح بعدها مايك علشان يفتح الكتاب المقدس، لكنه بيلاقي صفحاته فاضية، وبيبدأ يشوف لمحات من حياته مع عيلته قبل ما بنته تموت، والأوضة بعدها بتتغرق بالتلج، ومايك بيحاول يدفي نفسه ويواصل التسجيل لكل اللي بيشوفه، وبيلاقي بعدها مراته بتكلمه على اللابتوب، وأول ما بيبدأ يكلمها بيلاقي شخص تاني بيظهر بنفس صورته على الشاشة، وبيطلب من ليلى إن هي تيجي وتدخل الأوضة، وبيحاول مايك طبعا إن هو يحذرها إنها ما تجيش، لكن الشخص ده بينهي المكالمة، والأوضة بعدها بتبدأ إنها تتكسر حوالين مايك اللي بيحاول يحذر ليلى في نفس الوقت علشان ما تجيلوش، لكن طبعا بيكونوا مش سامعين، وبتبدأ اللوحات المتعلقة تتحول للوحات عدوانية جدا، وبتنتقل عاصفة قوية جدا من لوحة السفينة اللي في البحر اللي في الأوضة عند مايك وبتغرقه، وبيفوق مايك على شاطئ اللي زاره في البداية، وبيتزحلق على الأمواج لما أغمى عليه وواحد طلعه من المية، وبيتنقل بعدها للمستشفى وبيلاقي ليلى مراته جنبه، فبيحس إن هو فاق من كابوس مرعب، وبيبدأ يحكي ليلى عن كل اللي حصل له، وليلى بتطلب منه إن هو يرتاح، وبيروح للشاطئ تاني مع ليلى بعدها، وبيعتذر لها إنه هجرها بعد موت بنتهم، وبيكونوا بيتعرفوا
يتعشوا مع بعض بالليل في المطعم، لكن مايك بيشوف واحدة من اللي شاف شبحهم في الأوضة وهي بتنتحر بتكون ماشية قدامه، فبيستغرب جدا لكن بيحاول يكمل يومه بعدها عادي، وبيبدأ يمارس بعدها حياته بشكل طبيعي، وبيبدأ كمان يحقق في أكتر الحوادث اللي حصلت في الأوضة رقم 1408، لحد ما في يوم بيروح لمكتب البريد بيسأل عن البريد الوارد ليه، لكن الموظفين بيبقى شكلهم غريب جدا، فجأة بيفضلوا يكسروا في الحيطان لحد ما بيظهر لنا تاني الأوضة اللي كان محبوس فيها مايك، وبيكون مايك مخرجش منها أصلا، ورجوعه تاني الحياة ده كان وهم. مايك بيحس بيأس بعدها لما بيلاقي نفسه رجع للأوضة، وبيبدأ يصرخ ويقول أنا متأكد إن أنا كنت برا، وبيلاقي باب موجود بعدها في الأوضة فبيفتحه، ولما بيدخل بيلاقي بنته اللي ماتت موجودة جوه، وبتكلمه وبتطلب منه إن هو ما يسيبهاش، بس وهو حاضنها بنته بتموت تاني. مايك بينهار بعدها وبيشوف التايمر بتاع الراديو بيخلص عد 60 دقيقة وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي التايمر رجع من تاني علشان يبدأ يعد ساعة جديدة، والأوضة بتكون رجعت تاني لوضعها الطبيعي بدون أي تدمير حصل فيها. وبيرن التليفون ومايك بيرد وبيلاقي صوت واحدة بتكلمه زي موظفة الاستقبال اللي كلمها في الأول، وبتقوله إن القرار في إيده، إما يفضل يعيد الساعة اللي عاشها في عذاب دي للأبد أو يوافق على الحل التاني علشان ينهي معاناته بإنه طبعا ينتحر زي كل اللي سكنوا الأوضة اللي قبله. لكن مايك بيرفض وبيقفل التليفون، وبتكلمه البنت تاني وبتهدده إنها كلمت ليلى مراته علشان تيجي الأوضة معاه لو ما انتحرش، وبياخد قرار بعدها بإنه يحرق الأوضة ويدمرها، وبيرجع يقعد ويولع السيجارة بتاعته، وبيبدأ يسمع أصوات صريخ في الأوضة وإنذارات الحريق ساعتها بترن في الفندق، وبيتم إخلاء الفندق من النزلاء، وبيلاقي ليلى مراته وصلت لكن الأمن بيمنعها تطلع بسبب الحريق، فبيقوم مايك بعدها من مكانه وبيدي تقييم للأوضة 10 درجات من 10، وبيكسر الشباك والنار بتزيد في الأوضة بسبب الهواء اللي دخل، وبتتحرق الأوضة تماما، وبيتحبس مايك جوه الأوضة 1408 وهي بتولع، وبيكون ولع فيها علشان يقضي على القوة الشريرة اللي فيها، وبيموت مايك جوه الأوضة. وبيروح جيرالد الجنازة بتاعة مايك وبيكون عاوز يدي المتعلقات الشخصية بتاعته لمراته، لكنها بتسيبه وبتمشي، وبيركب جيرالد عربيته وبيفتح هو العلبة وبيلاقي المسجل اللي مايك كان بيسجل عليه كل حاجة، وبيسمع صوت بنت مايك وبيبص في المراية وبيشوفها، وبيظهر له مايك بصوت شبح في المراية، وبيعرف ان كل اللي مايك عاشه وشافه في الأوضة 1408 كان حقيقي، وبيترعب جيرالد وبيسوق عربيته وبيمشي، وبنعرف ان روح مايك فضلت محبوسة في الأوضة. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك أحدث ملخصات الأفلام. وسلام.